من شركه عندها 40% من سوق الموبايلات لولا حاجه. احنا شفت توايس ودي معلومه مظبوطه فحدوته صغنطه. في بداية الألفينات الشركة دي كانت الاسم الأكبر في عالم الموبايلات، جودة قوية، بطارية تعيش أيام، ثقة كبيرة جدا من المستخدمين. لكن السوق بدأ يتغير لما ظهرت السمارت فونز، وشركات كتير بدأت تتغير وتواكب السوق. لكن الشركة دي مهتمتش أصلا، وكانت شايفة إن هي كده قوية وإن محدش يقدر ينافسها، وفضلت متمسكة بالنظام القديم. وفي عالم تطوير التكنولوجيا لو اتأخرت في أي قرار ممكن تطلع بره السوق أصلا. في خلال سنين قليلة الشركة اللي كانت مسيطرة على نص السوق بقت ولا حاجة. والدرس هنا في الماركتنج واضح، السوق ما بيقفش على حد، والكاستمر ما بيشتريش الماضي، بيشتري الحاجة اللي هتلبي احتياجاته دلوقتي. وفي الماركتنج الأهم من إنك تبقى قوي إنك تعرف السوق محتاج إيه وتتحرك أسرع منه. ودي كانت معلومة مظبوطة في حدوتة صغنطوطة. لو عرفتي اسم الشركة دي إيه اكتب لنا في الكومنتات.